من واقع الذنوب والمعاصي وجاهر فيها فقد عرض نفسه لسخط الله ومقته وعذابه. أذهب الله أمما بأكملها، أهلك الله مدنا وقرا بأكملها عندما عصت الله وجاهرت بمعصية الله وأعرضت عن شرع الله، فذهبت وهانت على الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. جاهروا، أعرضوا، تمردوا وتكبروا وطغوا، قال الله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم يقول بعدها: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. سبحانك ما أرحمك وما أحلمك وما أعظمك. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ماذا قص الله عز وجل علينا من أنباء القرى؟ اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ارجعوا إلى ما أترفتم فيه.